بيبدأ فيلمنا وبنتعرف على فينسنت وصوفي، زوج وزوجة عندهم محل جزارة، لكن للأسف حال المحل كان في النازل وشغلهم يعتبر واقف تماما. وفي عز الكساد ده بيهجم عليهم مجموعة من النباتيين اللي ضد أكل اللحمة وتعذيب الحيوانات. بيعملوا دوشة في المحل وبيكسروا الدنيا وبعدين بيهربوا. بعدها صوفي بتقابل صاحبتها ستيفاني اللي بتقول لها بصراحة انت تستاهلي حد احسن من فينسنت، هو ما عملش اي حاجة علشانك. وبنعرف ان مارك جوز ستيفاني عنده محلات جزارة كتير وشغله ماشي زي النار، وعشان كده دايما بيقلل من فينسنت وصوفي. طبعا الكلام ده بيعصبهم جدا وبيخليهم يمشوا من القعدة وهم على اخرهم. في الطريق صوفي بتوصل بيها انها تطلب الطلاق من فينسنت، وده بيخليه يغضب اكتر. وفجأة وهو سايق بيلمح في الشارع واحد من الناس اللي هجموا على محله. فينسنت بيقرر ينتقم، بيرجع بالعربية علشان بس يخض او يقرص ودنه، لكن الموضوع بيخرج عن السيطرة والراجل بيدعس وبيموت في ساعتها. طبعا الاتنين بيترعبوا وبيخافوا جدا، لكن بدل ما يبلغوا البوليس بياخدوا قرار شيطاني، ياخدوا الجثة في عربيتهم ويقطعوها ويرموها في أماكن متفرقة علشان يخفوا الجريمة. وفعلا فينسنت بيبدأ يقطع في الجثة، وفجأة حتة من ودن الراجل بتقع على الأرض والكلب بتاع فينسنت بياكلها. فينسنت بيستغرب جدا وبيروح مدي للكلب حتة تانية، والكلب بياكلها بمزاج ومتعة. تاني يوم الصبح فينسنت بيتأخر على المحل وبيسأل مراته بعتي حاجة النهاردة. قبل ما ترد بتدخل عليهم زبونة وبتقول لها انا عايزة من نفس اللحمة اللي خدتها من شوية، طعمها احلى من اي لحمة دقتها قبل كده. صوفي بتتفاجئ وبتطلب من فينسنت يدوق اللحمة دي، هو لما بيدوقها بيتصدم لان طعمها فعلا خرافة. وهنا بتسأله ايه اللحمة دي، فبيرد عليها ده لحم خنزير ايراني. بعد ما الزبونة بتمشي صوفي بتزن عليه تاني علشان تعرف سر اللحمة. ساعتها بيعترف لها بالحقيقة المرة وبيقول لها انا حولت جثة الراجل النباتي اللحمة علشان ابيعها بالتدريج، ودي كانت حتة منها. فينسنت كان عايز يرمي الباقي، لكن صوفي بتمنعه وبتقوله لا، الناس هتحبها جدا لان طعمها حلو. وكلامها بيطلع صح، وبسبب اللحمة دي مبيعات المحل بتضرب في السما، لدرجة ان ضابط بوليس بنفسه بيجي يشتري منها. بالليل فينسنت بيطبخ لنفسه من اللحمة دي وبياكلها وهو مستمتع. صوفي بتدخل عليه وبتقوله مش انا قلتلك انها تحفة، لو بعناها بسعر مضاعف الناس برضه هتشتريها. المشهد اللي بعده بنتهم بتجيلهم ومعاها صاحبها لوكاس، وبيكتشفوا ان لوكاس ده نباتي، وبسبب كده بنتهم كمان بطلت تاكل لحم. ولما بيعرفوا انه شغال في مطعم نباتي بتجيلهم فكرة جهنمية، بيروحوا المطعم ده علشان يدوروا على فريسة جديدة، شخص نباتي بالكامل علشان يستخدموه في منتجهم الجديد. عينهم بتقع على مدير المطعم وفينسنت بيمشي وراه، كان خلاص هيهجم عليه لكن الراجل بيصرخ وفينسنت بيخاف منه وبيهرب بسرعة. مراته بترجع تشجعه وبتقوله لو عايزين ننقذ محلنا يبقى لازم قلبك يموت وتتحول لقاتل متسلسل. تاني يوم بيعملوا نفسهم نباتيين وبيروحوا يكلموا الناس علشان يقنعوهم يبطلوا اكل اللحمة الوحشة دي. وفي وسط المسرحية دي بيقابلهم واحد اسمه جوشو، بيعجب بكلامهم وبيعزمهم ينضموا لفريقه النباتي. فينسنت وصوفي بيروحوا معاه للمكان اللي قايل عليه وهم ناويين على الغدر علشان يقتلوه، لكن لما بيوصلوا بيلاقوا معاه باقي اعضاء الفريق فبيتراجعوا بسرعة. وواحدة من الفريق اسمها هيمايرا بتقول انها عرفت واحد ابوه عنده محلات جزارة كتير وانها سرقت مفتاح محل منهم. ولما فينسنت بيعرف ان المحل ده بتاع مارك صاحبه بيقرر ينضم للفريق ويكمل معاهم. بيلبسوا كلهم ماسكات حيوانات وبيدخلوا المحل وبيكسروه بيبهدلوه
على الآخر. في مشهد تاني فينسنت وصوفي قاعدين في مطعم وبيتخانقوا. فينسنت بيتعصب وبيسيبها ويمشي، وهي قاعدة لوحدها بقى بيجي جرسون المطعم وبيتكلم معاها وبيحاول يتقرب منها وبيطلب منها يوصلها البيت. صوفي بتكتشف ان الجرسون ده نباتي، فبتستخدم سحرها وبتضحك عليه وبتستدركه لحد بيتها. فينسنت بيشوف المنظر وبيغير، لكنها بتقوله دي فرصة نقتله. صوفي بتحاول تلهي الجرسون ومستنية فينسنت يهجم عليه، لكن فينسنت بيرفض تماما. مراته بتتجنن وبتقوله انا مش هقدر اعيش معاك بعد كده، انت ما بتحبنيش. فينسنت بيتعصب وبيخرج من الأوضة وبيلاقي الجرسون واقف عريان تماما، الدم بيغلي في عروقه وبيمسك فازة ورد وبيضربه على دماغه لحد ما بيموت. وبعدها الاتنين بيقفوا يقطعوا الجثة وهم مبسوطين جدا. تاني يوم الصبح ستيفاني بتتصل بصوفي تحكي لها ان محلهم اتدمر. طبعا هم كانوا عارفين كل حاجة لانهم هم اللي شاركوا في تكسيره. شغل فينسنت وصوفي بقى ماشي بسرعة الصاروخ، فقرروا يقتلوا ناس جديدة واحد ورا التاني، والموضوع بقى متعة بالنسبة ليهم. في مرة بيحاولوا يوقعوا شاب نباتي رياضي اسمه فاني، لكن قبل ما يقتلوه الشاب ده بيكتشف حقيقتهم وبيحاول يهرب، لكن من كتر الخوف بيجيله أزمة قلبية وبيموت. في المشهد اللي بعده فينسنت وصوفي بيروحوا بيت مارك وبياخدوا معاهم من اللحمة الخاصة بتاعتهم. مارك بيدوقها وبيتجنن من طعمها وبيسأل فينسنت بتجيب اللحمة دي من انهي فلاح. فينسنت بيرد عليه ببرود انت منافس ليا، تفتكر هقولك؟ مارك بيضحك وبيقوله منافس ازاي؟ السنة اللي فاتت احنا كسبنا فلوس قد كده. فينسنت بيرد عليه وبيقوله احنا بنأكل الناس لحمة بجودة عالية مش اي حاجة زيكم. مارك بيتعصب والخناقة بتقوم بينهم، وفي وسط الخناقة فينسنت بيعض ودان مارك وبيقطعها وبيبدأ يمضغها. مارك وستيفاني بيتصدموا من المنظر المرعب، وعلشان يغطي على الموقف فينسنت بيطف حتة الودن وبيقوله شكلك محتاج تبقى نباتي اكتر. وبعدها بياخد مراته وبيمشوا. بيرجعوا تاني رحلات الصيد بتاعتهم، وفي يوم بيروحوا حفلة كلها نباتيين علشان يدوروا على ضحية جديدة. فجأة بيلاقوا لوكاس صاحب بنتهم هناك. لوكاس بيستغرب جدا لما بيشوفهم وبيسألهم وبيقول لهم انتوا لسه ما قفلتوش المحل؟ على فكرة في نباتيين كتير بيتقتلوا ودي اكيد مؤامرة من الجزارين، ولازم نعمل وقفة احتجاجية قبل ما يجي الدور علينا. واحد من الموجودين في الحفلة بيسمع كل كلامهم. فينسنت وصوفي بيطاردوا بنت نباتية علشان يقتلوها، بتحاول تهرب منهم لكنهم في الاخر بيقدروا يخلصوا عليها. بالليل وفينسنت بيجهز اللحمة بتاعتها، ضابط البوليس بيجي المحل فجأة. فينسنت بيترعب لكنه بيقدر يصرف الضابط. بعد الموقف ده بيخاف جدا وبيروح لصوفي وبيقول لها لازم نوقف كل ده، احنا عملنا كده علشان ننقذ محلنا والمحل دلوقتي بقى زي الفل، لازم نخلص من المهزلة دي قبل ما نتحول لمجانين او اكلي لحوم بشر. انا بقيت بشوف الناس الحية قدامي واشتهي اكلهم. في اللحظة دي لوكاس بيخبط على الباب علشان يعتذر لهم. صوفي كانت عايزة فينسنت يقتله لكن فينسنت بيرفض وبيطلب من لوكاس يمشي فورا، وبيقول لمراته انت مش مدركة بنتنا بتحبه قد ايه. تاني يوم الزباين بتيجي المحل وبتطلب من اللحمة القديمة. فينسنت بيقول لهم انها خلصت، فالناس كلها بتمشي من المكان. فينسنت بياخد الكلب بتاعه وبيخرج وهي لوحدها بقى في المحل. فريق النباتيين بيهجم عليها وبيخطفها، والراجل اللي سمع كلامهم في الحفلة هو اللي بلغهم بكل ده. فينسنت وهو راجع بيشوف عربيتهم وبيفهم انهم عرفوا حقيقتهم كجزارين، وهو
وهم على وشك يقتلوا صوفي، فينسنت بيوصل ومعاه أسلحته وبيهجم عليهم وبيقتلهم كلهم بوحشية. وفي وسط المعركة جوشو بيضرب فينسنت بأداة موجودة عنده في المحل، لكن صوفي بتفك نفسها وبتقتل جوشو بخطاف حديد. لكن في النهاية حقيقة فينسنت وصوفي بتتكشف للكل، واللي بلغ عنهم كان مارك وستيفاني، لأنهم شكوا فيهم من يوم ما فينسنت عدوا قدام مارك. وهنا الفيلم بينتهي بالقبض عليهم، وبكده يكون خلص فيلمنا. أشوفكم على خير بقى، سلام.